وحشتوني وحشتوني وحشتوني. تحبيهم قوي كده؟ طبعا طبعا، حبايبي اصحابي، حبايبي اصحابي. يلا شدوا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ هات يا ناصر. وحشتيني، اتفضلي. وحشتوني خالص والله. اتفضلي 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 يا حبيبتي. شكرا. هاتي كده. اتفضلي. اتفضل اتفضل اتفضل. الله يسلمك. اتفضل. الله يسلمك. شكرا. خلاص خلاص. مبسوطة؟ قوي مبسوطة خالص، مبسوطة جدا والله. أنا بحبهم قوي. يا رب يا رب تحبيني قد ما بتحبي اصحابي كده. ما أنا بحبك، ما أنت زي ابني. انت كمان زي امي. طيب شوية كده وراجع لك على طول. مش أكتر من كده. امي مفيش. خلاص اغلب بيه. لسه جاي لك والله. اغلب بيه. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ كتير والله، والله كتير. ولا اي حاجه، اي حاجه الدار يحتاجها انا تحت امركم، بس اهم حاجه الناس تتعامل بما يرضي الله. اكيد طبعا اغلب بيه. وانتي شويه رحمه في معامله الناس. تحت امرك يا فندم. حاضر. هنزلك. اتفضل. تعالي. اتفضل. ليه يا حبيبتي؟ خدش عليا. حبيبتي. مبسوطه؟ قوي. مبسوطه ليه بقى؟ مبسوطة عشان أنا هنا في مكان اللي أنا بحبه. وعشان ايه كمان؟ علشان إحنا مع بعضينا والأول مرة لوحدينا. مش عارف يا نديم، مش عارف، الأيام بتعدي كل يوم المسألة بتتعقد أكتر، ولسه ما وصلناش للي عمل كده في حمزة الله يرحمه حبيب قلبي. يا عالم، تفتكر هتتحل يا موسى وهنعرف اللي عمل كده في حمزة؟ ولا هتمر الأيام وهتنسى زي ما أنا نسيت؟ أنت جننت؟ إيه اللي بتقوله ده؟ أنا هنسى ضنايا؟ أنا آسف. حقك عليا يا أخويا، أنا اللي نبشت في الماضي. إن شاء الله هنلاقي اللي عمل كده في حمزة وهياخد جزاؤه. بس أنا كنت عايز أكلمك في حوار أخوك اللي ظهر لنا فجأة ده، عشان الجماعة بتوع السوشيال ميديا والتلفزيون ممكن ياخدوا خبر باللي بيحصل، وساعتها مش هنخلص. بقول لك إيه، ارمي لهم أي قرشين خليهم يغوروا ونخلص منهم. وارمي لهم ليه؟ ما يحل عننا هو ويرجع من مطرح ما جه، وكفاية عليه قاعدة في مصر لحد كده. يا نديم، يا نديم، ده أخونا، أخونا اللي قدر يدلنا على مسعود، أخونا اللي أبونا الله يرحمه وصانا عليه، وإحنا ياما جينا عليه وجرنا عليه ورميناه. أظن آن الأوان بقى إن إحنا نتلم على بعض ويعيش في وسطينا. ده أنت حنيت لي لازم أقضى بقى. طب اسمع بقى يا أخويا، أنا مقدر مصابك وحاسس باللي أنت فيه وصعبان عليا، بس صفحة راغب الراعي دي لازم تتقفل للأبد، وبعون الله أنا اللي هقفلها. بصي بقى، انا عامله لك الاكل ده النهارده بايدي. دوقي بقى، نفسي احسن من نفس البت توبه. والله بقدر، والله بقدر. كتر الف خيرك. اصلا ماما فايقه ما بتحبش تاكل غير من ايدي، فهتاكل دلوقتي مني صح؟ توبه مش قادره والله العظيم، ما قادره. شيلوا الاكل، انا بس هستاذنك، عايزه فنجان قهوه. وأنا كمان يا توبة اعملي لي قهوة سادة. حاضر. خدي الاكل. شيلي يا بنتي. أحسن دلوقتي يا مرات أخويا؟ انا عمري ما هبقى احسن، بس يمكن اهدى شويه لما اعرف مين اللي عمل كده في ابني. بيحققوا هنوصل له إن شاء الله. انا عايزه اعرف انتوا ايه اللي اكد لكم ان مسعود هو اللي عملها، وليه صدقتوه؟ مش جايز يكون اللي قال لكم هو اللي عملها وبيلعبكم عشان يداري على عملته؟ في الأول كلنا ما كناش مصدقين، لحد ما سمعنا تسجيل بصوت مسعود بيقول فيه كل حاجة. مين يا نديم؟ راغب هو اللي وصلنا لمسعود. راغب لسه جاي بقاله يومين، هيعرف كل الحاجات دي امتى؟ راغب يعرف حاجات كتير قوي يا فايقة، من ساعة ما رجع والمصايب بترف فوق دماغنا، وربنا يستر من اللي جاي.
ايه اخبارنا يا فندم؟ ما تقلقش يا موسى بيه، انا بطمن عليك. من سوء حظ مسعود والشخص اللي كان عايز يخلص منه ان الجرح طلع سطحي، بس قريب قوي ان شاء الله هنوصل للي حرض على الجريمه دي. والله يا فندم انا متاكد ان اللي ورا ده كله حد بيكرهنا وعايز يخلص مننا، عشان كده اختار اقرب واحد ليا، صديق عمري للاسف، علشان ينفذ وهو يفضل بعيد ورا. احنا لما حققنا مع مسعود وصلنا ان الرقم اللي كان بيكلمه رقم دولي. الفلوس اللي اداها له كاش، والعربيه اللي قابلته كانت من غير نمر. ساب له الفلوس في مكان على الصحراوي. في الاول خالص انا توقعت انه كان بيحاول يداري مسعود على الشخص اللي كان بيحرضه، لكن مع التحقيق المكثف والتحريات اتاكدت انه ملوش اي علاقه بالموضوع، ومجرد انه كان عنده شويه ديون كبيره فقال لك الحق نفسي من السجن. لكن طالت ولا قصرت هنوصل له. طيب الشخص اللي حاول يخلص منه ده ما قدرناش نعرف مين اللي مكلفه بالموضوع ده؟ اسمه شعبان الفار. بس من الواضح ان اللي ورا الناس دي حد شديد الذكاء وخبره بشكل كبير جدا، لانه لما قابله في شركه استيراد في وسط البلد اداله الفلوس واداله التعليمات علشان يخلص من مسعود. لما تتبعنا الشركه دي لقينا ان هي مكتوبه باسم شخص وهمي، وهي مجرد شقه مفروشه. لكن ما تقلقش، كله هيجي، مفيش حد بيهرب من العداله يا موسى بيه. انا متاكد انكم في النهايه هتوصلوا للورا ده كله. انا ليا طلب بس صغير. اتفضل يا باشا. ممكن بعد اذنك اتكلم مع مسعود كلمتين مش اكتر؟ طبعا يا باشا، تحت امرك. عينيا، هبعت اجيبه حالا واتكلم معاه براحتك، بس مش هوصيك ضبط النفس يا موسى بيه. اكيد. حالا يا باشا. اكيد. يا ريت نركز مع بعض عشان الكلام اللي انا هقوله انا مش هعيده مره تانية. انا عارف ان انتوا اشهر بروكرز في البورصه موجودين في السوق. عايزكم تشتروا لي اكبر عدد ممكن من اسهم شركات الراعي القابضه. اشمعنى الراعي جروب؟ واحنا نقدر نشتري لحضرتك في شركات تانية الاسهم بتاعتها تقدر تعمل ارباح اكبر. انا قلت الراعي جروب وبس، حتى لو الاسهم بتاعتهم بتخسر مش مهم، مش فارق معايا. اشتري على قد ما تقدر. الأسهم المطروحة في السوق والمملوكة للمساهمين بتمثل 49% من مجموعة شركات الراعي. احنا هنحاول نشتري على قد ما نقدر بشكل تدريجي، أي حد هيبيع هنشتري. أنا فلوس مش فارقة معايا، اللي يفرق معايا سرعة الأداء. أنا عايز في أقرب فرصة أستحوذ على أكبر عدد من أسهم شركات الراعي. ما تقلقش حضرتك، بس ده هيكلفنا بشكل مبدئي يعني مش أقل من 30 مليون دولار. حضرتك جاهز للتنفيذ؟ المبلغ هيكون ستاند باي بعد يومين.